ليه المبيد اللي عندك بيقتل نوع واحد بس من الحشرات؟ ليه كل شوية الشركات بتطلع مبيد جديد والقديم بيبطل يشتغل؟ هي الحشرات بتتطور؟ كل المبيدات القديمة دي كانت زمان بتخلص على أي حشرة، بس النهاردة الحشرات طورت من نفسها وبقت المبيدات بالنسبة لها شبه معطر الجو. ازاي المبيد بيشتغل؟ النملة اللي شكلها بسيط جوه دماغها شغال كمبيوتر صغير، عندها جهاز عصبي صغير كده بيشتغل زي مخ الإنسان بس أبسط طبعا، بيبعت إشارات كهربائية خفيفة جدا علشان تقول لرجلها اتحركي ورئتها تنفسي. المبيد بيدخل جسم النملة يا بالأكل يا من جلدها ويمسك في قنوات الصوديوم اللي في أعصابها، ودي المفروض تفتح وتقفل علشان تمرر الإشارة الكهربائية زي اللمبة كده بتطفي وتنور. بس المبيد بيخرب الدنيا، يمنع القنوات دي من إنها تفتح وتقفل صح. النملة تفضل ترقص وتهز كأنها بتتكهرب لحد ما الجهاز العصبي ينهار تماما ونترحم عليه، أو يمنعها من إنها تنتج طاقة. زي ما احنا محتاجين أكل علشان نتحرك، الحشرة محتاجة خلاياها تنتج طاقة. المبيد بيدخل الخلايا ويعطل المكنة اللي بتصنع الطاقة اللي اسمها الميتوكوندريا، فلما الطاقة تقف الحشرة بتموت لأنها مش قادرة تتحرك ولا تتنفس. دلوقتي في أكتر من 500 حشرة عندهم مقاومة لأنواع مختلفة من المبيدات. العلماء بيقولوا إننا داخلين في حرب تطور ضد الحشرة، والمشكلة إنهم دايما بيكسبوا. الحشرات دي ذكية كيميائيا، كل ما نعمل مبيد جديد تروح هي مطورة نفسها كأنها بتقولك جرب محاولة تانية. طب ازاي؟ ببساطة بتغير شكل الإنزيم اللي المبيد بيمسك فيه، أو بتفرز مواد جوه جسمها تكسر السم قبل ما يشتغل، أو حتى بتورث أولادها مناعة ضد المبيد في الجينات. علشان كده العلماء بيعملوا مبيد متخصص جدا لنوع واحد بس علشان يقللوا فرصة إنها تتعلم وتطور مقاومة جديدة. وطبعا في ناس بتسأل طب ليه ما ينفعش نعمل مبيد يقتل كل الحشرات ونرتاح؟ لأ طبعا هتبقى مصيبة، لأن لو مادة كيميائية تقدر تقتل كل الحشرات يبقى معناها إنها قوية جدا لدرجة ممكن تأذي النحل اللي بيلقح النباتات، وتقتل الحشرات المفيدة اللي بتاكل الآفات، وحتى تأثر علينا إحنا شخصيا لأننا عندنا نفس نوع القنوات العصبية تقريبا. يعني ببساطة لو المبيد يقدر يقتل كل حاجة يبقى ممكن يخلص علينا إحنا كمان بالمرة. كان في مبيدات كانت شبه شاملة، في الخمسينات كان مبيد اسمه DDT بيتباع في كل مكان على إنه رمز الأمان ومنقذ الزراعة. كان بيبيد الدبان والبعوض اللي بينقل الملاريا والبراغيث اللي بتنقل أمراض زي الطاعون. الشركات الكبيرة كانت بتروج له بشكل ضخم، لكن بعد سنين العلماء اكتشفوا إن DDT بيتراكم في جسم الإنسان وبيسبب له سرطان ومشاكل في المخ والكبد. والأنيل كان بيأثر على الطيور، بيخليها تبيض بيضة قشرتها ضعيفة فبتتكسر في ثواني. تخيل نفسك كل ما تمسك بيضة تفضل معلق عايز تقليها فتتكسر. بعد المصيبة والبيض اللي باظ اتمنع DDT رسميا في أغلب الدول سنة 1972، وغلي البيض في نفس السنة دي تقريبا. المشكلة إن الشركات هدفها في الأول وفي الآخر الربح، زي مثلا مبيد حديث زي النيون. الشركات قالت إنها رمز الأمان برضه مش بتتوب وبتقتل بس الحشرات الضارة بس، لكن العلماء اكتشفوا إنها بتقتل النحل كمان بالمرة، ودي مصيبة لأن النحل مسؤول عن تلقيح أغلب النباتات اللي بناكلها. في أوروبا اتمنع جزئيا بعد ما اتأكدوا إنها بتأثر على دماغ النحلة وبتخليها تضيع طريقها للخلية وتموت في الغربة. المبيد اللي بتستخدمه علشان تفوز على الحشرة هو نفسه اللي بيخليها تتطور وتبقى أنشف من الأول. كل مرة تقتل فيها جيل من الحشرات بيطلع جيل جديد متطور ومقاوم وأذكى من الأول. فكر فيها، كل مرة بتستخدم فيها المبيد انت بس مش بتقتل الحشرة، انت بتدرب أجيال جديدة منها على النجاة. لو عايز تعرف ازاي دماغ القاتل المتسلسل شغالة شوف الفيديو ده، وما تنساش تعمل لايك. كان معاك عبد الرحمن في المجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.